بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنعمل النهارده اكله خفيفه مع بعض. دي المقادير بتاعتها وهنمشي مع بعض واحده واحده اهو، وهنقول المقادير. معانا كيلو دقيق، هنجيب بالراحه كده كيلو دقيق ونفضيه. اكله حلوه وخفيفه وهتمشي معانا، تنفع للسندوتشات، تنفع لاي حاجه كده الصبح، وجميله وهتعجبكم قوي. ادي فضينا الكيلو دقيق، فضينا الكيلو دقيق اهو، وهنحط عليه كيس فانيليا. ماشيه معاكم واحده واحده وبالراحه اهو، بس هتعجبكم. بقولوا لي رايكم في التعليقات. ادي هنا اهو كيس خميره، حطينا كيلو دقيق وكيس خميره وكيس بيكنج باودر ورشه ملح ورشه سكر. مقاديرها بسيطه وما فيهاش اي حاجه. هنقلب المكونات مع بعض، هنقول كل المكونات كده مع بعض. وهنا دي معانا كوبايه لبن، وهنحضر معانا بعد كوبايه اللبن كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه زيت. احنا حطينا كيلو دقيق وكوبايه لبن وكوبايه زبادي اهي مع كوبايه اللبن مع رشه ملح ورشه سكر. وهنبتدي اهو نقلبهم كلهم كده مع بعض لغايه ايه، والمعلقه بقى هنشيلها ونبتدي نشتغل بايدينا. طبعا كل ست بيت عارفه بتشتغل بايدك بتحس الحاجه في ايدك احسن. هي كده اهي عجناها اهي، بقت بالمنظر ده. هنغطيها ونسيبها 10 دقايق عشان الحر اللي احنا فيه. لو في الساعة بتسيبيها نص ساعة اهي. بص معانا كده هي ابتدت خمرت بالظبط 10 دقايق، خمرت اهي معانا. بص اهي بقت بالمنظر ده كده. هنبتدي بقى نقطعها كور صغيرة، وهنكون محضرين جنبنا جبنة اهي. هنقطع هنفردها اهي على الطبلية على الرخامة كده، مش هتاخد منك اي حاجة. ونشوق فردنا العجينة اهي، وهنحط فيها الجبنة. معلقة عايز الجبنة قديمة حطي، عايزة تحطي جبنة رومي حطي، اي حاجة عندك متوفرة. ما تقفيش على حاجة. هنقفلها بالطريقة دي كده. طبعا الحاجات دي في الفرن دلوقتي انتوا عارفين انها غالية. وهنرصها في صاج مدهون زيت وهتطلع معانا بالمنظر ده. دلوقتي كده هنجيب صفار بيضة ونحط عليه ندعة بسيطة قوي فلفل اسمر، وهنحطها اهو عشان هي طبعا في قلبها جبنة. وهندهنهم بالبيض. بصوا شكلها جميل ازاي. طب بذمتكم بقى لو اصلا الريحه اصلا طالعه لكم اهي كده بقى ايه. هنجيب احنا كده حبه البركه، لو عندك سمسم حطي، لو عندك حبه البركه حطي. ما احنا كده اهو دهناها بالبيض، وهنحط عليها رشه الحبه البركه او سمسم. بصوا بقى، بصوا الجمال بقى، بصوا الحلاوه، بصوا بقى منظرها. واجي بوريكم بقى الجبنه، وجاز الجبنه اهي جواها، وده المنظر بتاعها. وبتاكلوها بألف هنا وشفا. وقولوا لي رأيكم. وما خدتش حاجة مننا. والعجين في البيت، العجين في البيت طبعا بيبقى أحلى وأجمل، وريحة الخبيث في البيت. وهتوحشوني للفيديو الجاي واستنونا.